السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للمرحلة الإعدادية. إن شاء الله مستمرين معكم في حل الاختبارات القصيرة اللي هي الاختبارات التراكمية على الدروس من كراسة المعاصر الفصل الدراسي الأول جبر تانية إعدادي. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة الاختبار رقم 8 من الكراسة، والاختبار مكون من 3 نقط اختر زي ما انتم شايفين كده، ومسألتين هنحلهم مع بعض ان شاء الله بالخطوات علشان نطلع من الفيديو بأقصى استفادة ممكنة. السؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت س الفترة س تساوي من سالب ما لا نهاية لحد الصفر، فإن س شرطة تساوي. طبعا الس من سالب ما لا نهاية لحد الصفر اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة، يبقى الس شرطة يا شباب دي عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية الغير سالبة. يبقى الس شرطة دي اللي هي المكملة الباقي. طيب احنا عندنا خدنا ح السالبة، يبقى أما نقول الباقي اللي هو عبارة عن ح الموجبة ومعاها كمان المجموعة اللي فيها الصفر. تمام، ناخد ح موجبة؟ لا ما ينفعش يا مستر. ناخد صفر مغلق وما لا نهاية؟ تمام يا مستر، علشان ح الموجبة دي اللي هي عبارة عن صفر مفتوح وما لا نهاية، اتحاد الصفر. وما بنعمل اتحاد طالما هو في بداية الفترة أو في نهايتها يبقى هنقفل القوس ده، يبقى صفر مغلق وما لا نهاية. ده حل، يبقى احنا هنختار رقم ب. ممكن نحل حل تاني مع بعض كده بسرعة ونقول ان احنا هنرسم خط اعداد. نيجي راسمين خط اعداد بالشكل ده اهو، ونبدأ نحط عليه البيانات بتاعتنا. احنا عندنا س من سالب ما لا نهاية لحد الصفر، ادي الصفر، الصفر مفتوح. اما نقول بقى المكملة يبقى بقية الخط. فين بقية الخط؟ بصوا معايا كده على الخط اهو، بقية الخط يا مستر من اول هنا كده لحد ما لا نهاية. يبقى انا اقدر اقول له ان س شرطة اللي هي مكملة السين من صفر مغلق لحد ما لا نهاية. طبعا والما لا نهاية دايما مفتوحة. وبرضه هنختار الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. النقطة رقم 2 بيقول الجذر التكعيبي ل24 على الجذر التكعيبي ل3. طبعا هنا بتساوي الجذر التكعيبي، نقسم 24 على ال3 يبقى 8، وكلنا عارفين ان الجذر التكعيبي لل8 بيساوي 2، يبقى ده الاختيار رقم ايه؟ رقم د. النقطة رقم 3 بيقول لي إذا كان س بيساوي جذر 3 زائد جذر 2 والسين في ص تساوي 1، فإن ص تساوي. طبعا من العلاقة دي هو بيقول لي س في ص بتساوي 1، يبقى احنا نقدر نقول إن الصاد تساوي 1 على س. واحنا هو في المسألة مديني السين بكام؟ بجذر 3 زائد جذر 2، يبقى أنا عندي الصاد بتساوي 1 على جذر 3 زائد جذر 2. يا مستر مش موجودة في الاختيارات. علشان نجيبها في الاختيارات لو احنا مش معانا آلة حاسبة هنبدأ نقول له هنضرب في المرافق، يبقى جذر 3 ناقص جذر 2 وجذر 3 ناقص جذر 2 تساوي. هنا في البسط 1 في جذر 3 ناقص جذر 2، وهنا في المقام عبارة عن مترافقين، جذر 3 في جذر 3 ب3 ناقص جذر 2 في جذر 2 ب2، يبقى تساوي. يبقى 1 في جذر 3 ناقص جذر 2، وهنا دول 3 ناقص 2 بواحد. يا مستر احنا ما كناش كتبنا الواحد ده؟ عادي مفيش مشكلة، انا بكتبه علشان لو عدد مختلف نبقى عارفين ان احنا هنكتب بالشكل ده. وفي الاخر هتطلع جذر 3 ناقص جذر 2. نختار الاختيار رقم ج. يا مستر لو انا معايا آلة حاسبة هعمل ايه في نقطة زي دي؟ اختار. طبعا هاجي جايب الآلة الحاسبة بتاعتي وهاجي فاتح الآلة وهكتب 1 شرطة كسر اهو، 1 على جذر 3 زائد جذر 2
زائد جذر 2. وابدأ اضغط يساوي. شايفين يا شباب طلع الناتج مباشرة، ويبقى انا وفرت وقت كتير جدا طالما النقطة دي جاية في ايه؟ جاية في اخطر. يبقى احنا نبقى عارفين الخطوات، بس لو النقطة جت في اخطر نقدر نختصر الوقت بتاعنا ونحسبها بالآلة الحاسبة ايه؟ مباشرة. كده احنا خلصنا السؤال الاول اللي هو الثلاث نقط. نروح نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول النقطة رقم ألف: إذا كانت س ب2 زائد الجذر التكعيبي ل4 وصاد ب2 ناقص الجذر التكعيبي ل4، فأوجد قيمة س ناقص صاد على س زائد صاد الكل تكعيب. احنا علشان نضمن الدرجات بتاعتنا ونبقى ماشيين مظبوط هنيجي عاملين ايه يا شباب؟ هنجيب السين ناقص صاد لوحديها. س ناقص صاد تساوي 2 زائد الجذر التكعيبي ل4 ناقص 2. خلي بالكم ان هنا ناقص تبقى زائد الجذر التكعيبي ل4 تساوي. طبعا الاتنين والسالب 2 هيروحوا مع بعض، يبقى انا عندي 2 الجذر التكعيبي ل4. وبعد ما جبت السين ناقص صاد هبدأ اجيب السين زائد صاد. يبقى 2 زائد الجذر التكعيبي ل4 زائد 2 ناقص الجذر التكعيبي ل4. تمام، دي هتروح مع دي عشان واحدة بالموجب واحدة بالسالب، ويبقى 2 و2 4. بعد ما جبت قيمة السين ناقص صاد اللي هي البسط والسين زائد صاد اللي هي المقام، هبدأ أجيب قيمة المقدار بتاعي اللي هو س ناقص صاد على س زائد صاد الكل ايه؟ الكل تكعيب، دي أس 3 تساوي. هنا السين زائد صاد ناقص صاد طلع معايا ب2 الجذر التكعيبي ل4، ودي اللي هي طالعة معانا ب4 الكل ايه؟ تكعيب. يبقى تساوي، ممكن نختصر وممكن نفكه وبعد كده نختصر مفيش مشكلة. 2 تكعيب اللي هي 2 في 2 في 2 يبقى 8، والجذر التكعيبي ل4 أس 3 التكعيب هيروح مع الجذر تبقى 4، ودي 4 أس 3 اللي هي 4 في 4 في 4. الأربعة دي تروح مع دي، وهنا على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها إيه؟ 2. يبقى الناتج النهائي بتاعي 2 على الأربعة اللي هي تساوي نص. وبكده يبقى انتهت الإيه؟ المسألة. ولو أنا عايز أتأكد باستخدام الآلة الحاسبة هبدأ أكتب أجيب الآلة بتاعتي كده وأمسح اللي على الآلة أو أفتح الآلة بتاعتي وأكتب كده، أفتح قوس وأكتب كسر 2 الجذر التكعيبي شيفت وجذر ل4، ونطلع بره الجذر وننزل تحت ونكتب 4 ونيجي جنب شرط الكسر ونقفل القوس ونعمل أس 3 تساوي. طبعا هنا طلع بنص، يبقى أنا كده حليت واتأكدت من الناتج باستخدام الآلة الحاسبة. بعد ما حلينا النقطة رقم أ هنروح نحل النقطة رقم ب. النقطة رقم ب: اختصر لأبسط صورة الجذر التربيعي ل 18 ناقص الجذر التكعيبي ل 72 ناقص جذر 8 زائد الجذر التكعيبي ل 9. جايب لي مسألة هنا كوكتيل جذر تربيعي على جذر تكعيبي. أنا ركز وأنا بكتب. الجذر التربيعي 18 هنعملها 9 في 2 عشان تربيعي. ال 72 هنعملها 8 في 9 علشان التمانية ليها جذر تكعيبي، والجذر 8 هعملها 4 في 2 عشان تربيعي. الجذر التكعيبي ل9 هتنزل زي ما هي تساوي. هنا ال9 هتطلع ب3 عشان جذر تربيعي، يبقى 3 جذر 2. وهنا ال8 هتطلع ب2. نركز يا شباب شوية عشان هو هنا المسألة داخلة في بعضها تربيعي وتكعيبي. ناقص ال4 تطلع ب2 الجذر التربيعي ل2. أنا بكتبهم بألوان مختلفة علشان التربيعي بلون والتكعيبي بلون وما نتلخبطش واحنا بإيه بنجمع في الآخر. يساوي 3 جذر 2 ناقص 2 جذر 2 يبقى يطلع معايا الجذر التربيعي ل2 سالب 2 الجذر التكعيبي ل9 وموجب 1 يبقى سالب 1 الجذر التكعيبي ل9. ويبقى دي كده الصيغة النهائية للناتج بتاعي اللي هو الجذر التربيعي ل2 ناقص الجذر التكعيبي ل9. وبكده يبقى انتهى الامتحان.
اتمنى ينال اعجابكم، وما تنسوش تضغطوا لايك، وما تنسوش كمان تعملوا شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الطلاب والكل يستفيد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.